عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم البنات هاد المليويات ساهلين واقتصاديين وميني وزوينين وساهلين. إلا قلت لكم ساهلين ساهلين وزوينين وبنان ولذاذ وغادي يعجبوكم إن شاء الله، ومني غتذوقوهم تجربوهم نتمنى أنكم تجربوهم وتردوا عليا الخبار. زوينين يا البنات، وداك الشيء اللي عندك في الدار على لا تقضي به إن شاء الله الرحمن الرحيمين. بالنسبة لهاد المليويات وحتى في الخدمة ديالهم ساهلين. غادي نبداو إن شاء الله بالحشوة هي الأولى. بالنسبة للحشوة هنا كما كتشوفوا معايا ساهلة بزاف. بالنسبة ليا أنا هنا درت شوية ديال الخيزو محكوك صغير ولا تقطعي طريفات صغار، شوية ديال الفلفلة مقطعة صغيرة وشوية ديال البصلة صافي البنات، وشوية ديال الملحة والبزار. هاد الشيء اللي فيهم فقط شوية الزيت باش غنشحروا البصيلة، واحد شوية ديال الكفتة ديال الدجاج صنع منزلي يعني ماشي مشرية بحال هكاك، غير طريف ديال الدجاج طحنوه، ولا ديروا شوية ديال الطون الا بغيتو نتوما، ولا طريف ديال كفتة اللحم يعني هبيرة ديال اللحم طحنوها. بغيتو تكتفيو غير بالخضيره والفرماج ممكن. انا هنا غتشوفوا معايا راه ما كاين لا فرماج لا والو، ولكن صدقوني راه بنان 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 بزاف. والصراحه ديال هذا الوقت هذه وقيتهم بغاتهم الوقت دابا. صافي هنايا فواحد المقله غادي نحمر ديك البصيله تطيح مزيان. ضروري البصله تحمر تطيح، لان ملي كتحمر كتعطي واحد لوغو زوين. ملي كيولي داك اللون ديالها الذهبي وكيتحيد من هذيك الريحه ديال الزفوريه ديال البصله، كتعطيه واحد المذاق لذيذ. من بعد غادي نضيفو ان شاء الله ديك شويه ديال الفلفله. بالنسبه للكميه ديال الحشوه نتوما على حسب الافراد الاسره وعلى حسب نتي شحال بغيتي ديري، اولا نتوما شحال بغيتو ديروا في الحشوه ديالكم. الا بغيتو كتير ضعفوا المقادير. الا بغيتو هاد القياس اللي درت انايا 10 ديال المليويات صغار، هاد الكميه يعني راه كافياكم ان شاء الله. صافي راه كلشي البنات حتى حاجه ما طيبه، كل حاجه كلشي طيبنا مع بعضيات، والبصله وضفنا على هذيك الخضره ونضيفوا داك الدجاج لان مطحون كفته غادي يطيب دغيا، ما غاديش ياخذ الوقت بزاف، غير يتشحر ها هو طاب. كما كتشوفوا هنا راه ما ضفنا لا الزيتون لا فرماج لا حتى شي حاجه. قلت لكم بقاو طبيعيين، هاد الحشوه هادي بقات طبيعيه عاديه، ما فيهاش اضافات شي حاجه فيها يعني الصودا ولا شي حاجه. نتوما الا بغيتو تضيفوا الزيتون ممكن تضيفوه، اي حاجه بغيتو تضيفوها تضيفوها، حتى بغيتو تضيفوا شويه ديال الكورجيت ضيفوا الكورجيت مكور يعني لكم الاختيار. صافي كنديروا شويه الملحه والبزار. ممكن هنا كديروا كاضافه الزعتر كيعطي مذاق زوين البنات، زوين بزاف. غير انا هنا غادي نضيف شويه ديال الهريسه اختياريه، ولكن الصراحه كتعطي واحد اللذة شويه، كتزيد المذاق. الناس اللي كيبغيو الحار ممكن انهم يديروا معلقه صغيره، الناس اللي ما كيبغيوش الحار يكتفيو بهذا القدر اللي درت انا هنا. صافي خلينا الحشوه ديالنا كتبرد، دزنا باش نوجدوا العجين اللي ساهله البنات. 500 غرام ديال الدقيق الفورس، ضفنا لها شويه ديال السكر حتى هو اختياري ممكن ما ديروش، وضفنا شويه ديال الملحه، وغادي نضيف هذيك الخماره ديال 8 غرام كامله خميره د الحلويات. غادي نضيفها كلها لحقاش المليويات صغيورين غادي تعطيهم الهشاشه، والقرمشه غادي تكون فيهم كما غتشوفوا معايا. صافي هنا غادي نضيف شويه ديال الزيت، غير جهد معلقه صغيره حتى هي اختياريه، غير من باب التغيير. وصافي في العجينات هذا الشيء اللي كاين، يعني ما غاديش درناها مزيان ما درناهاش ما غاديش يكون ما مزيانش، يعني درناها ولا ما درناهاش يعني ما كاينش شي فرق كبير. صافي بالنسبه للعجينه البنات هنا كنأكد ان العجين ما يكونش قاصح، العجين يكون مرخوف ولكن ما يكونش جاري. غادي غير نجمعها، راه ما غاديش ندلكها هنا لان عندي الوقت، يعني غادي نخليها واحد المده وغادي نمشي نقليو شغالنا. صافي هنا بعد ما ارتاحت كما كتشوفوا معايا غادي ندوزو ان شاء الله باش نخرجوا دوك الكويرات ديال العجين ديالنا. بالنسبه للكويرات ديال العجينه البنات تقريبا ما بين 80 90 حتى 100 غرام. صراحه ما عبرتش، ولكن هذا هو العبار اللي غادي يكون، ما غاديش تكون فايته هاد العبار ديال 80 غرام. صافي غادي نخرجوا ان شاء الله الكويرات ديالنا صغارين كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. ومن بعد هادو البنات راه كلهم غادي يعاودوا مازال غادي تشوفوا معايا بحالاش غادي يعني يتقسموا، غادي يخرجوا كل وحده غادي نخرجوا منها جوج ديال المليويات ان شاء الله. واحد المسألة واحد الملاحظة ضروري، العجينه تخليوها ترتاح،
ضروري ملي تعمروا هاد المليويات ديالكم تخليوهم حتى يرتاحوا مزيان، عاد باش تقرصوهم تخبزوهم. علاش؟ لأن هانتوما غتشوفوا معايا الطريقة، لأن هما ملويين هكاك يعني ماشي وحدة وسط وحدة باش الحشوة ما تخرج ليناش. أنا فهنا غادي نشرح لكم باش تفهموني شنو بغيت نقول. المهم العجينة خصها ترتاح عاد باش نقرصوها نديروها طيب، ما نزربوش عليها، خاص يكون عندنا شوية ديال الوقت ونخدموهم. ممكن أن نخدموهم بكري في الصباح حتى نخليهم يرتاحوا على خاطرهم، ومن بعد ديك الساعات نخبزوهم. ما غادي يطرى ليهم والو، ما فيهمش الخميرة ديال الحبيبات، فيهم غير الخميرة د الحلويات، يعني ما واخا تبقى مدة طوال ما يبقى لها والو. بالنسبة لهاد العجينة البنات ممكن أنكم تحضروه بالليل وتخليوه، ديروه في الثلاجة، إلا كان الحال سخون بزاف ديروه في الثلاجة. صافي هنا بعد ما ورقنا هذاك العجين ديالنا، ضروري تورقوه البنات رقيق بشويه ديال الزيت. شوفوا هنا راه ما درنا لا زبده لا دقيق باش نفرقوه ولا حتى شي حاجه، درنا شويه ديال الزيت دهنا به سطح العمل وقرصنا هذاك العجين الكويره ديالنا، قرصناها رقيقه بزاف. وغادي نجيو نضيفوا ان شاء الله الحشوه ديالنا كما كتشوفوا معايا. الحشوه درنا واحد الكميه، حاولوا البنات تقطعوا نتوما داكشي يكون متساوي باش تجيكم يجيكم مقاد. حاولوا ديروه متساوي. دابا كل وحده هنايا راه واخا كتشوفوني هنا قسمت على 5، ولكن الاخرين غادي نديرهم غير على 4. هذه غير الاولى كانت تجربه البنات، ولكن من بعد كما غتشوفوا معايا ديك الصغيره راه جبناها درناها مع هاد الكبيره. من بعد قسموا غير على 4 باش كل وحده تخرج لكم جوج ويجيكم قادين ويجيكم عبار واحد. ما ديروش هاد بحال هاد الشكل اللي درت انا في الاول، ما ديروش بحالي. هانتوما غتشوفوا معايا المره الثانيه وغتفهموا شنو بغيت نقول لكم. هانتوما كيما شفتوا معايا راه ساهلين، شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه، وحتى الحشوه راها بسيطه ولكن بنينه، جات فيها واحد المذاق رائع جدا وبنان الصراحه ديال يعني ديال الوقت. ايوا راه الدجاج راه فات 20 درهم الفوق دابا، الله يرحمنا وصافي. صافي هنا غادي نعاودو نفس العمليه، نرقو مزيان العجين ديالنا. عاوتاني نديرو الكميه من الحشوه كما قلت لكم، راه غير شي حاجه قليله، يعني ما تكثروش بزاف. حاولوا تقسموا ديك الحشوه ديالكم على دوك العجين كامل اللي عندكم. هنا هانتوما كتلاحظوا معايا شفتوا بحالاش كما قلت لكم قبيله، قسموا غير على 4 يا البنات باش يجيوكم عبار واحد. هنا الا كان كيعجبكم الجبن وبغيتوا تضيفوا الفرماج ولا الجبن ممكن، بغيتوا تضيفوا البنات حتى داك ديال الدهن، ممكن انكم تورقوا العجين وتدهنوا بشويه ديال الفرماج، ومن بعد ديروا ديك الحشوه ديالكم حتى هو غيجي مذاق زوين يجيو رائعين صراحه الله. انا درتهم اقتصاديين، نتوما ممكن انكم ديروهم يعني تزيدوا تغنيوهم مزيان بالحشو ممكن. صافي هنا بعد ما ارتاحوا مزيان، هاد المرحله هي اللي قلت لكم خصهم يرتاحوا فيها مزيان باش منين نقرصهم ما يخرج لينا والو، حيت راه الملوي البنات معمر ماشي بحال مسمن معمر. مسمن معمر راه كيكون مطوي داكشي، يعني الحشوه كنضمنوا ان ما غتخرجش الملوي. لا، الملوي راه غير كنديروا الحشوه ديالنا كما شفتوا كنبقاو نلويو. الا ما خليناهمش حتى ترخفوا راه غادي تخرج لينا من الجناب. بالنسبه للمقله نخليوها حتى تسخن مزيان ونقصوا العافيه، تكونش العافيه مجهده بزاف وما تكونش عاوتاني ناقصه حتى الاخر باش يطيبوا لينا ويجونا محمرين ويجونا لويين زوين. هانتوما شفتوا راه لا خرقوم لا تحميره لا والو، كتافينا غير بداك اللون اللي كاين في الجزر وداك اللويه اللي كتعطي البصله وداك شويه الهريسه. كما قلت لكم البنات راه طبيعيين طبيعيين جدا. بغيتو نتوما ديروهم بالفينو ديروهم بالفينو او دقيق القمح، لكم الاختيار. نتمنى البنات اللي كتفرجوا في الفيديو الله يجازيكم بخير، ما تنسوش هنا ديروا لنا داك لايك باش الفيديو يطلع وينتشر ويشوفوه بزاف ديال الناس. الله يجازيكم بالف خير، ولا عجبكم لا فيديو بارطاجيوه مع الحباب ديالكم
ولا عجبتكم الفكرة وعجبتكم القناة اشتركوا فيها، وكنقول لكم مرحبا بكم. من الأخوات اللي مشتركين كنشكرهم بزاف 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 بزاف، والأخوات اللي انضموا لينا جداد ما فيها باس تشتركوا وتفعلوا داك الجرس باش دائما يوصلكم الوصفات ديالنا إن شاء الله. القناة ديالنا معروفة بالاقتصادي يعني المسائل اللي هي بسيطة واقتصادية. هنا البنات كما كتشوفوا نخليهم حتى يتحمروا في الجوايه بجوج، نقلبوا من هنا ونقلبوا من هنا وندوروا هنا وندوروا هنا. وديما كنقولها لكم، راه ديما كنقولها، سبحان الله واخا تكون المقله نفس العدد ديال العافيه نفس كل شيء، ولكن كتكون ديما جهه كطيب اكثر من جهه اخرى. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما شفتوها، ما خليتهم هنايا حتى بردوا الصراحه. بالنسبه للبنات الا طيبتهم غيطيبوهم هكا كلهم وخليهم حتى يبردوا، وديروهم في السلوفان بلاستيك غذائي، وديروهم في المجمد الوقت اللي بغيتو تجبدوهم غادي تجبدوهم تسخنوهم ديريكت عادي. كاينه واحد الفكره حتى هي كتسخن زوين، ممكن ان تسخني الكوكوط مزيان وتطفي العافيه، تحطيهم وسط منها وتسدي عليهم وتخليهم ترجعي لالا تلقايهم سخانين وهشاش ومبشبشين بحال يلا طيبتيهم. اولا ممكن انك تسخني الطاجين حتى هو وتطفيه على العافيه وتحطيهم هما وسط الطاجين وتغطي الطاجين بالغطا ديالو، وتمشي تعمري البريريد ديالاتك ولا توجدي قهوه ديالك ترجعي لهم تلقايهم هما هادو، تلقايهم سخنوا وهشاش في نفس الوقت. يعني هاد الفكره انا بغيت نشاركها معكم صراحه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.